السلام عليكم شيخنا العزيز. السلام ورحمة الله وبركاته. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. غزوة بدر الكبرى فيها النصر والتمكين للنبي صلى الله عليه وسلم. ما حدث فيها وما يحدث الآن في غزة وفلسطين، كيف يستشعر المسلم ذلك ويستبشر به الخير بالنصر والتمكين لإخواننا في غزة وفلسطين؟ غزوة بدر الكبرى التي سماها الله سبحانه وتعالى بيوم الفرقان، هذه الغزوة المباركة كانت فيصلا بين الحق والباطل، ورفعت المسلمين شأنهم وأعلت بين الأمم قدرهم، وهي معركة عظيمة لم ينص القرآن الكريم على معركة أخرى كما نص عليها في كتابه العزيز، بداية في قوله سبحانه وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وكذلك ذكر من الخيرات والكرامات والفضائل التي صبت على المؤمنين الصادقين صبا في هذه المعركة. من ذلك ما قال الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذه الكرامات وهذه الفضائل وهذه الخيرات حصلت للمؤمنين بسبب ثباتهم مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة التي لا يماري فيها مؤمن هي ما قاله الله سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. جزاك الله خيرا شيخنا. إذن هذا الموجز القصير المبارك حول ما حدث في غزوة بدر الكبرى، نريد أن تعطينا شيئا من البشارات وما يطمئن المسلم فيما يحدث لأهلنا في غزة. نعم، غزة العزة في الحقيقة في هذه الأيام رفعت رؤوس المؤمنين الصادقين وأعلت مكانتهم بين الأمم، بل لقنت اليهود والنصارى والمنافقين وأتباعهم وأعوانهم درسا لا ينسى. في الحقيقة ما نشهده من تواصل بيننا وبين بعض الإخوان في الميادين هناك يوحي بكرامات عجيبة وغريبة لهؤلاء المؤمنين الصادقين. طبعا هؤلاء على أثر أولئك قاموا بإخلاص كما نحسبهم بإذن الله سبحانه وتعالى، ووقفوا في وجه العالم أجمع ولم يهمهم أي مثبط، فالتثبيط واقع. بعد هذه الآية المباركة يقول الله سبحانه وتعالى: وفي زمن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذا النفاق موجود وهذا التثبيط موجود وهذه الأشياء موجودة، لكن عموما ما يحصل الآن في غزة هو شرف عظيم لهذه الأمة الإسلامية المباركة التي تعز بعز الإسلام وتذل إن هي خالفت شرع الله سبحانه وتعالى وابتعدت عن هذا الدين الحنيف المبارك.